اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد، ريفيو جديد وبرفان جديد من البرفانات الشتويه بالدرجه الاولى. من الحاجات اللي انا كنت ندمانه حقيقي ان انا فوتت كل المده دي من غير ما اجربها. زي ما قلت لكم، هو برفان شتوي بالدرجه الاولى، البلاك اوبيوم نوي بلانش. ده اديشن من البلاك اوبيوم. نوتة القهوه فيه اللي كانت مخوفاني الاول، قلقانه ان انا ابقى ماشيه حاطه برفن محمصه بن ماشيه في الشارع. فدي من الحاجات اللي كنت قلقانه منها جدا، حته القهوه ديت اللي في النوتة العطريه بتاعه البلاك اوبيوم. لكن صراحه انا لما قلت بقى ايه خليني اجرب، الاقبال عليها مش طبيعي، وقلت اجرب حاجه جديده للشتاء. طيب البلاك اوبيوم ديت طبعا انتوا عارفين البلاك اوبيوم ايف سان لوران، دار الازياء الفرنسيه المعروفه. هو برضو من ضمن النوتة العطرية الفانيليا والكراميل. طبعا هو افتتاحية العطر هنا الكراميل، ده اللي بيميزه بصراحة عن باقي الإصدارات للبلاك أوبيوم. خشب الصندل والمسك الأبيض والقهوة زي ما قلتلكوا المخلية، ليه طابع مميز جدا البلاك أوبيوم، أو زي ما لقبوه كمان بالأفيون الأسود. وده عشان خاطر كمية النوتة العطرية، المكونات اللي في النوتة العطرية الجميلة الأكتر من رائعة الحقيقة. طيب النوي بلانش هو مهرجان فني سنوي بتضاء فيه الأنوار طول الليل لحد الفجر في شوارع باريس، وهو مستوحى من الحياة الليلية في المدينة. فلكم أن تتخيلوا بقى كل الغموض والسحر والجمال اللي بيحتوي عليه الإزازة المعبرة دي. طبعا المهرجان محدش بينام فيه. القهوة بصراحة، حتة القهوة فيه أو قهوة الأفيون فيه، قهوة الأفيون الأسود بتميز البلاك أوبيوم الحقيقة، وخشب الصندل والمسك الأبيض. البلاك أوبيوم برضو أو النوي بلانش أيهما، أو النوي بلانش أيهما أصح، يعني زي ما بقول لكم. أنا لو هشبهه زي ما انتوا اتعودتوا في تشبيهاتي، أنا هشبهه بنبيل عبيد. يعني برفان ساحر 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 ساحر، مميز جدا جدا جدا، دافي. طبعا برضو مش هعدي كده شكل الازازه، لازم يعني لازم اتعمق معاكم في البلاك اوبيوم. طبعا هي الازازه سودة متلقلقه كده، زي ما انتوا شايفين فيها نقط براقه كده، يعني حاجه كده من الحاجات المغريه للعين والمثيره للعين. طبعا هي دي برضو بتعبر برضو اكتر عن حالة المهرجان اللي بيتعمل زي ما قلت لكم في شوارع باريس. هو يعني الفايدة من كلامي ده ان انا عايزة اعيشكم الحالة اللي معظم مصممين العطور بيعيشوا فيها عشان يطلعوا النوتة دي او الحاجة اللي بتعجبنا اول ما بنشمها دي. عايزة من الحاجات الممتعة جدا بجد بجد، واللي انا كنت ندمانة جدا ان انا مجربتش النوعية دي بصراحة من البلاك اوبيو. طبعا يعني هرشحه من سن مثلا 30 فيما فوق. انا مش عايزة برضو اخليني اظلم البنات الصغيرة اللي هم يحطوه. هو عطر قوي كده، فاهمين؟ فانا عايزه للبنات الصغيرين حاجه كده دلع، الحاجات الرقيقه، حاجات اللي هي من كتر رقتها دي تشد. لكن هي انتوا تخيلوا معايا ان هو اسمه الافيون الاسود. فلا يا جماعه، خلوا ايه لكل مقام مقال. خلونا ان احنا نتماشى كده مع سننا في موضوع البرفانات شويه، زي ما احنا برضو بنختار البرفيوم صيفي لفصول السنة، للشتاء ربيعي خريفي. يعني برضو ما تحاولوش ان انتوا تتخطوا المواضيع دي، هي بتبقى حلوة يعني لما كل واحد كده يحط حاجة مناسبة لسنه لوظيفته
لميعاد خروجه. مش عايزه برضه اقول لكم هو مش متقلقوش يعني من الموضوع افورته او كده، لا هو من الحاجات الجميله جدا، يعني من الحاجات اللي هي حاله كده بيعملها البرفيوم دي. اهو يعني انا بسطت لكم الموضوع وشبهتها لكم بنبيلة عبيد في قوتها، في غموضها، في سحرها. شايفين عينيها وجمال عينيها، وعيشتكم بقى حالة المهرجان السنوي اللي بيتعمل في شوارع باريس، ومهرجان ليلي والإضاءة، وهو مهرجان فنون. فعايزة أعيشكم بقى الحالة، عايزة أعيشكم البرفيوم ده يناسب مين، يناسب أوقات إيه. برضو دي من الحاجات اللي أنا برشحها لكم بشده، وبقول لكم ان نوتة القهوه ما تخافوش منها زي انا ما كنت قلقانه منها. ايف سان لوران بصراحه ابدعت 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 جدا. اصداراتها من البلاك اوبيوم قلت لا انا لازم اجرب حاجات كتير منها، ومش هعدي برضو اول اصدار. برضو انا شايفه الناس بتتكلم عليه كتير، ان شاء الله هجربه برضو واقول لكم عليه، هتعمق اكتر في البلاك اوبيوم. برضو الافيون الاسود ما جاتش كده يا جماعه من فراغ، بجد جربوها لان هي فعلا حاجه من الحاجات الشتويه الجميله جدا، الجميله جدا. احنا بنقول ليه شتوي، وليه بنقول يعني ليه بنصنف العطور انها شتويه وصيفيه وربيعيه وخريفيه والكلام ده. هي من الحاجات اللي نوتة الكراميل في اول افتتاحيه العطر بتدي احساس بالدفى كده. انتوا عارفين لما الحاجات الشجري دي من الحاجات اللي بتدي احساس عالي بالدفى وبالثقة بحاجات حلوة. يعني البرفان فعلا بيعمل حالة يا جماعة حلوة قوي. بصوا شكل الازازة عامل ازاي، يعني بصوا شكل الازازة عامل ازاي. دي برضو من الحاجات اللي انا كنت في الاول مش يعني ايه مترددة. انا من الشخصيات اللي هي مترددة جدا جدا، بس اول ما جبته بقول لنفسي انا ندمانة، يعني فعلا حقيقي لا انا ندمانة ان انا ما جربتش البلاك اوبيوم ده من زمان. يعني ان هو الاصدار ده من 2014 تقريبا. فليه ليه زي ما جبت حاجات كتير قبل كده وقلت ايه المانع ان انا اجربها. فبصراحة انا ندمانة على المدة دي كلها، وهو الشتا جاي اهو، فقلت بقى ان انا ايه اجرب البلاك اوبيوم. برضو من الحاجات اللي بتميز البلاك اوبيوم برضو دايما بنسأل عليها يا جماعة موضوع الثبات. البلاك اوبيوم من الحاجات اللي ثباتها كويس جدا معايا. يعني انا برضو من ضمن الحاجات اما كنت بخرج ساعات واقول اجرب وكده، فباجي ببقى حاطه مثلا مجربه كام حاجه، فباجي اقول ايه ده البرفان ده ثابت قوي، ثباته معايا حلو جدا. فبرضو دي من الحاجات اللي خلتني ان انا اخد التجربه، والحمد لله هي كانت تجربه ناجحه جدا جدا جدا. يعني ان انا لقيت ان البرفان ده من الحاجات اللي ثباتها كويس جدا معايا جدا. يعني اصل انا برضو هستفاد ايه لما انا اجيب برفان ثباته زيرو؟ يعني هحط حاجه كده لحظيه اشمها وخلاص الموضوع انتهى؟ مش حابه كده. انا عايزه البرفان استمتع بيه اكتر وقت ممكن. فهو حقق كل المواصفات القياسية بالنسبة لي. عطر حلو دافي مميز غامض ساحر، الافيون الاسود، انتوا عايزين ايه تاني؟ حقق الثبات العالي اللي انا برضو بتمناه وبالدرجة الاولى في اي برفان الحقيقة. فانا برشحه جدا 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 جدا. برضو من الحاجات اللي انا بتسأل عليها كتير عايزين حاجة سكسي، عايزين حاجة سكسي. انا شايفة ان كل حاجة شجري، كل حاجة دافية، كل حاجة بتدي الاحساس بالثقة بالهدوء انتوا عارفين الشتاء وجو الشتاء اللي هو عايزين فنجان شوكليت هوت شوكليت كده، ولا مج هوت شوكليت. معلش الفنجان ما ينفعش في المواضيع دي، يدفينا كده ويدينا شوية باور في الجو دوت. والبطانية بقى وفيلم عربي حلو من الحاجات الجميلة دي. هو عارفين انتوا الاحساس اللي هو بالدفى ده، هو
البلاك اوبيوم من الحاجات اللي بتعمل الحالة الحلوة دي والثقة دي والهدوء النفسي. ما هو البرفان ما هو الا حالة بيعملها لي حاجة كتير الواحد بيبقى متضايق وكلام من ده. فدي من الحاجات بصراحة المميزة جدا جدا جدا، برشحها لكم وبشدة. اوعوا يفوتكوا البلاك اوبيوم. الى لقاء اخر في حاجة جديدة ومميزة من اللي انتم مستنيني اعمل لكم عليها ريفيوهات. باي باي.